ازيكم؟ النهاردة هنتكلم عن المداعبة في العلاقة الزوجية، وطبعا ده موضوع حساس جدا، فاللي عنده حساسية من المواضيع الحساسة فممكن يقفل الفيديو هنا. بص يا سيدي، الكلام ليك. المداعبة عند الست هي العلاقة الجنسية. أيوة، المداعبة دي هي أهم حاجة في العلاقة الجنسية. هي العلاقة الجنسية في دماغ الست هي المداعبة. دي المداعبة دي اللي بتجهزها وتظبطها وتسبكها علشان حضرتك تعمل العلاقة الجنسية اللي في خيالك، اللي هي انك بتدخل السرنجة. هي العلاقة الجنسية بالنسبة للراجل انه يدخل ويخرج السرنجة وخلاص على كده. العلاقة الجنسية بالنسبة للست هي اي حاجة غير كده. يعني طبعا السرنجة مهمة وكل حاجة، بس دي زي الكريزة اللي بتتحط فوق الجاتو او كلام من ده. يعني بس التاتش الاخير. بس في البداية لازم يكون في كيكة في الأصل عشان تحط عليها الكريزة. يعني أنت علشان تستخدم السرنجة لازم تكون ظبطت الست. سامحوني إن أنا بحب التشبيهات عشان أعرفك أهمية الموضوع. فأنا في تشبيه كمان. عارف أنت لما تاكل أكل بدون طبيخ، يعني لما حد يجيب لك لحمة ورز مش مطبوخين، يعني يجيب لك رز كده سايب كده ويجيب لك لحمة ويجيب لك طماطم ويقول لك كل، هتاكله كده؟ ما ينفعش. ده أكل لا مؤاخذة الحيوانات. إنما أنت كإنسان محتاج إنك تطبخ الأكل ده. فإنك تعمل علاقة مباشرة مع الست وتستخدم السرنجة في الرايحة والجاية كده، دي مش علاقة، ده شغل لا مؤاخذة، سامحني والله، شغل حيوانات. إنما شغل البني آدمين بقى اللي عندهم مشاعر وأحاسيس محتاج الأكل ده ينطبخ وياخد وقته، مش يتسلق، يتطبخ يتسبك يا باشا. عارف الفرق بين الأكل اللي بيقولوا إيه؟ ني في ني، ان انت بتحط كل حاجه في بعضها مع بعضها في حله واحده او في حاجه واحده وتحطها على النار وكلام ده ني في ني. مش اي حد بيحب ني في ني. الستات بتحب الاكل المسبك، فانت لازم تسبك الاكل والاكل ياخد وقته. وخلي بالك الاكل بينطبخ في ساعه او ساعتين وبيتاكل في 10 دقايق. فهي دي نفس الفكره بالظبط. انت بتجهز الست في ساعه، مش في ساعه، يعني مش عايز اعذبك معانا، اقول في 40 دقيقه مثلا، وبتاكل الاكل اللي انت بتحبه وتستخدم السرنجه بتاعتك في 10-15 دقيقه اللي انت تقدر عليه. فأهمية المداعبة عند الست أهمية الأكل المطبوخ. شوف الفرق بين الأكل المطبوخ والأكل الني، شوف الفرق قد إيه. مفيش حد بياكل أكل ني، فدي الأهمية. الست ما ينفعش تتاكل نية، الست لازم تتسبك، لازم، مش اختياري، مش فكرة يلا، لا، ما ينفعش. لما تفكر تعمل علاقة مع الست ني في ني أو من غير طبيخ، اعرف إن الست ما بتشاركش في العلاقة دي خالص. الست مجرد لا مؤاخذة يعني حاجة انت بتستخدمها. حاجة، تخيل انت بتستخدم مراتك، تخيل السخافة والاحساس اللي ما تبقاش ديني كده، ما تبقاش اناني كده، انك تستخدم الست. ما ينفعش الست لازم تشارك الست. في فرق بين استخدام الست للعلاقة وفي فرق بين انك تشارك الست في العلاقة. مشاركة الست في العلاقة ده احلى حاجة في الدنيا ممكن تعملها، ان الست تكون شريكتك حقيقي في العلاقة، والست تطلع مبسوطة أكتر ما أنت تطلع مبسوط. فده كله اللي أنا بقوله ده كله بيدور حوالين المداعبة. هي المداعبة. العلاقة من غير مداعبة زي قلتها تماما. يعني أنا أنصحك تاخد صابونة وتخش الحمام تظبط سرنجتك مع نفسك، أهون وأحسن كتير من إنك تعمل علاقة مع الست تستخدمها علشان كأنك بتمارس العادة السرية مع إنسانة، مع بني آدم. يعني ده معناها الحقيقي لو أنت ما دعبتش صح. ايه بقى افضل طريقة للمداعبة؟ في حاجات عامة الستات كلها بتحبها والستات كلها بتنبسط منها، وفي حاجات خاصة لكل ست. كل ست لها المفاتيح بتاعتها. فانت لو سمعت من واحد صاحبك على القهوة انه عمل الحاجة الفلانية ومراته انبسطت منها، ده مش بالضرورة انه يشتغل مع زوجتك. كل ست وليها شفرة، فانت بشطارتك تحل الشفرة بتاعت الست بتاعتك. هتيجي تقول لي بقى يعني ام احمد ده هي عندها شفره؟ مراتي اللي انا متجوزها بقى لها 25 سنه، ده يا عم ده الست اصلا ما بتعرفش تقرا وتكتب اصلا، ومخلفه 5 عيال، ولو قلت لها شفره ما تعرفش يعني شفره. يا سيدي ماليش دعوه انت نظرتك لمراتك ايه. كل ست ايا كان، لو جبت ست من الكهف بقى لها عمرها كله في الكهف، جسمها له شفره. كل ست جسمها له شفره. كون ان انت معلش مراتك مش مالي عينيك او حاسس ان هي شفرة ايه يا عم انت بتتكلم؟ لا، كل ست ولها طريقة بتنبسط منها، وليها طريقة بتوصل للأورجازم منها، وليها طريقة للمداعبة بتجهزها لك أكتر. الطبيخ بيجهز أسرع
وبيكون أطعم. إزاي توصل للشفرة بتاع الست بقى؟ دي شطارتك أنت بقى يا معلم. أنت تسأل الست بتحب إيه ما بتحبش إيه، وتستخدم كل الأساليب وكل الطرق علشان تعرف تفك شفرة الست دي. هيجي واحد يسألني انت يا عم مكبر الموضوع ليه؟ احنا بقالنا 20 سنة عايشين مع بعض ومبسوطين والست مبسوطة وكل حاجة. اتدخلنا في شفرات واتدخلنا، احنا بنقول يا حيطة دارينا والناس اصلا اللي فيها مكفيه. اقول لك يا حبيبي، انت لو استمتعت بالعلاقة الجنسية هتفرق معاك كتير، هتهون عليك حياتك، هتهون على الست حياتها، هتهون في مشاكل كتير دلوقتي وفي ضغوطات كتير. فما يبقاش ضغوطات بره وجوه. ويا سيدي انت لو مش مقتنع خلاص خليك كل الاكل الني بتاعك، لو انت مبسوط بالاكل الني ده ومفكر اصلا ان ده الاكل كله كده، لو مفكر ان ده حقيقة الاكل وطبيعة الاكل كده وان الست تتعامل كده، فلو ده تصورك خلاص، لو انت سعيد في حياتك كده براحتك، احنا مش بنرغمك انك تعمل حاجة. انا كنت ناوي اتكلم عن تفاصيل المداعبة بس خلاص الفيديو طول معانا، فمش هينفع نخش في تفاصيل اكتر، فهنخليها للفيديو الجاي. تابعونا للفيديوهات الجاية لو انتوا عايزين تعرفوا زيادة عن كده، واللي بيتكسف منصحوش يكمل معانا. نشوفكم على خير.